بعد ما دانت عملت دانت سينابون، لقيت كيت كات سينابون. كل فتره كده بحاول اجمع المنتجات اللي نزلت في الاكشاك والسوبر ماركت الفتره الاخيره ونجمعها كده في فيديو ونجربها سوا. بدون رغي كتير خلينا نعمل لايك وشير، وخلينا نبدا بالحاجات اللي معانا النهارده. تايجر منزله كام منتج جداد كده. ده اسمه شيب ستيكس، هو كان في منه 3 اطعمه بس انا ما لقيتش غير الطعم ده. تايجر ده بطعم ساور كريم وسعره 10 جنيه. مكتوب هنا جلوتين فري 30% لسه فاتت. كانت حلوه بصراحه، شبه البطاطس المحمره شويه بس رفيعه جدا جدا. اوكي، ومليان الكيس بصراحه ما شاء الله يعني. بصوا الواحده قد ايه اصلا، بسم الله. جامد قوي الطعم ده. بطاطس شيبسي بس متقطعه طويل، حلو قوي، عاجبني ان الكيس مليان. ده تاني منتج معانا وده ترشيح من اباظه. بيك شيبس عامل كيكل كوكد شيبس. هو بيك شيبس كشيبسي لوحده انا دقته كان حلو. دول الطعمين اللي لقيتهم. للاسف يا عم اباظه انا ما لقيتش الطعم الجامد قوي اللي انت قلت عليه اللي هو ساور كريم. والله لو لقيته هجربه. سعرها 10 جنيه. كيكل كوكد دي بتبقى نفس الشيبسي بس معموله بطريقه ثانيه كده بحيث تقلل الفاتس بتاعتها. 25% ليس فاتس وموجود فيها بروتين 7 جرام. حلو ملح. البطاطسايه كبيره قوي. عاجبني قوي ان البطاطس مش متكسره وحجمها كبير. عامة انا اليومين دول بحاول اقلل شويه من قصه الزيوت دي، عشان كده انا اليومين دول بميل شويه للشيبسي الكيتل كود اي شركه يعني عامه عن الشيبسي العادي. ده تاني طعم من البيك شيبس اسمه سبايسد تشيز، جبنه مشطشطه. ده شكل البطاطس كده واخده بهارات. دي اصغر من اللي قبلها. لذيذ ده برضو لذيذ وهيبقى حلو قوي مع السندوتشات. يعني تاكل سندوتش عايز حاجه تبلع جنبها، خصوصا لو بتحب الحاجات الحراقه شويه، فده حلو. حلو الكيس مليان قوي برضه يعني. ده من تايجر اسمه تايجر اكسلنس. ده بطعم هو ليه مش مترجم بالعربي؟ هو تايجر عاوزه توجه رساله لحد معين فيعني مقدمها بالانجليزي. اكتب عربي يا ابني. لايم اند كورياندر. ايه ده؟ تقريبا راسمين شبك على الكيس. ليمون وخضره مثلا مش عارف. المهم في طعمين تانيين انا ما لقيتش غير ده بس، وده برضه سعره 10 جنيه. ده راح بطاطس بطعم الليمون الحلو. بقالي كتير ما اشتريتش شيبسي بس الكياس واضح ان هي كبرت. شكلها كده يعني متضلعه كده من النص، والبطاطس برضو كبيره ولونها فاتح، لونها حلو. شركات نصفت قوي وكبرت كياسها وبتاع. وحلو بس طعمه ليمون ليمون بس، يعني بتاكل شيبسي بالليمون في لذعه كده برضو، فلو بتحب الحته اللذعه دي ده هيعجبك. حلو حلو بصراحه وحلو قرمشته. دي كده الحوادق خلصناها. سينابون عامله قلق الصيف ده، يعني عامله دانت سينابون وعامله كيت كات سينابون. دي دانت سينابون دي سعرها هي 10 جنيه بس انا جبتها ب 8 جنيه ونص. سايله خالص كده وريحتها بصراحه قرفه. هو عامة دانت من الحاجات اللي صعب تكرهها، سواء شوكولاتة كراميل أي طعم بينزلوه. هنا لو أنت بتحب القرفة دي هتعجبك، القرفة نفسها مش السينابون. هو لو أنت بتحب القرفة أكيد هتحب السينابون. ده أنا أقصد في السينابون الخبز نفسه برضه بيبقى ليه طعم كده مع القرفة، لكن هنا دانت قرفة. لا ما أنا بص أنا خلصتها. لذيذه. الشوكولاته برضو ما زالت احسن بس دي تاني واحده بعد الشوكولاته، ودي اخر حاجه معانا واللي انا لبست فيها حرفيا كيت كات سينابون. ليه لبست فيها بقى؟ عشان انا كنت فاكر ان اسعار الشوكولاتات عادي يعني زي ما هي، لا لقيت ان الكيت كات دي ب 35 جنيه. مش عارف ليه افتكرتها مستورده في الاول. صنع في الامارات العربيه المتحده. ماشي تمام اوكي، بس انا بعد كده لقيت ان كل اصلا كيت كات بقت ب 25 جنيه. فانا برضو بقالي كتير جدا ما اشتريتش شوكولاتات او حاجه يعني. شكلها عادي جدا من بره. هي كيت كات شانكي اللي هي بيبقى جواها ويفر من جوه. هي دي كده سينابون بالنسبه لكم، حرفيا ويفر شوكولاته كيت كات ومحطوط من فوق رشه قرفه. شفتها هنا حتى اهي، هي شويه قرفه كده صغيرين. انا ليه دفعت في البتاع دي 30 جنيه؟ دي حلوه كشوكولاته كيت كات. سينابون ما اضافتش اي حاجه جديده للكيت كات. طعم القرفه فيها مش باين قوي ودي حاجه مقصوده عشان اكيد طبعا ما تغطيش على طعم الشوكولاته. كنت عاوز اجيب كمان في الحلقه دي بيبسي فيز الجديد بس حرفيا مش لاقيه خالص في القاهره. فيعني لو يا ريت لو حد يعرف بيتباع فين يقول لي. ودي كل المنتجات اللي قدرت الاقيها جديده في السوبر ماركت. حاولت بس نفصل كده بحلقه خفيفه في النص عشان كمان بطني تستريح. فيا ريت تعملوا لايك وشير، احنا خلاص مقربين على ال 250,000. شكرا جدا لكل اللي اشتركوا في القناه الشهر الاخير. ما تنسوش لو حابين تشتري حاجه من على نون دخلوا البرومو كودز دي تاخدوا خصم توصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.